السلام عليكم ورحمة الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وعشان كده حابب أشكر كل حد دعمني بكومنت أو لايك أو اشتراك. دعمكم هو اللي بيخليني أكمل، فلو لسه ما اشتركتش وجودك معايا هيفرق كتير. بيكمل جريد القتال مع المحارب، وفي نفس الوقت باقي الأعضاء قاعدين بياكلوا والدنيا زبادي خلاط على الآخر، وبيقولوا جريد بقاله نص يوم بيقاتل كده قوة تحمله هتخلص. فبيقول فكر بس مهاراته زادت جدا. في الأول كان بيتبادل الضربات مع المحارب بنفس القوة، لكن دلوقتي ضرباته بقت أقوى. هنا بيقول ريجاس لقى فين المزارع ده؟ الصراحة أنا نفسي أتدرب أنا كمان على إيده. في نفس الوقت بيقع جريد على الأرض من التعب، بينادي بيارو على ريجاس وبيقول له يلا انزل مكانه. بيفرح ريجاس جدا وبيطلع يجري بسرعة. بعد شوية بنلاقي بيارو شايل ريجاس بعد ما خلص بنزين وبينادي على اللي بعده. بعد شوية بنلاقي المحارب تعب من القتال لكن بيقرر انه يكمل قتال. في نفس الوقت بيكون جريد استعاد قوته ورجع تاني يقاتل، وبيهجم عليه وبيفعل مهارة مبارزة بجمة القتل، وبيهجم المحارب عليه في نفس الوقت وبيفعل نفس المهارة. لكن بيتفاجئ المقاتل ان جريد غير مهارته لمهارة الربط وبيوجه للمحارب ضربة مرعبة بتطيره. بنلاقي المحارب واقف تعبان من قوة الضربة، لكن فجأة بيمسك سلاحه تاني وبيضرب برجله الأرض بيكسرها. بيفعل مهارة القمة وبينزل على جريد بضربة مرعبة بتصيب جريد بقوة لدرجة انه بيبقى واقف مذهول انه ما قدرش يتفاداها. بيقف جريد والدم نازل منه وبيقول له مهارة بجمة دي انا ما اعرفهاش بصراحة، لكن حظك المنيل ان اقدر اتعلم المهارة اول ما اشوفها. هنا بتخرج من جريد هالة جبارة وبينفذ نفس حركات المحارب وسط ذهول المحارب وبيارو وكل اللي واقفين، وبيفعل مهارة مبارزة بجمة القمة وبيوجه ضربة قوية للمحارب. في نفس الوقت بيفعل المحارب مهارة الدوران وبيلف حوالين نفسه وبيصد الضربة وبيردها تاني على جريد وسط ذهول كل اللي واقفين. في نفس الوقت بيقلدوا جريد وبيفعل مهارة الدوران وبيزود عليه مهارة فايلور ومهارة قفاز النور المقدس وبيصد الضربة وبيردها عليه. بيتفاجئ المحارب بقوة جريد اللي بيفعل مهارة القتل المترابط وبيوجه له كذا ضربة ورا بعض بيصيبوا المحارب إصابات مرعبة وبتقضي عليه في لحظتها. في نفس الوقت بنلاقي جريد واقع على ظهره من التعب وبتجيله رسالة إنه قدر يهزم محارب الغابة الغامضة. بيجري عليه أعضاء النقابة ويحاولوا يفوقوه، وهنا بيلاقوا على الأرض كائن عجيب شبه السائل واللي عنده قدرة على التحول لأي شكل. بيقرر جريد إنه يحتفظ بيه وبيشوف المكافآت وبيلاقي إنه حصل على قلادة وإسورة الحارس، ودول بيزودوا الدفاع بشكل كبير، وكمان سيف الحارس من الفئة الأسطورية. هنا بيقترح عليه لايل إنه يستخدم السيف ده مع سيفه ويخلي بون وبيارو يعملوا له طريقة استخدام مع بعض. بعد شوية بنلاقي جريد واللي معاه كملوا طريقهم وسط الغابة وبيلاقوا قدامهم بيت صغير، فبيدخلوا يدوروا جواه على حاجة مفيدة. بيلاقي فانتر صندوق صغير فبيضربوا بسلاحه علشان يكسره، لكن مش بيحصل أي حاجة للصندوق. بيقول له جريد وسع لي بقى كده ما تبقاش غشيم، وبيطلع الطفاشة اللي معاه وبيطفش الصندوق وبيلاقي جواه كتاب. لما بيفتح الكتاب بيكتشف انها مذكرات بنت اسمها ويندي، وبتحكي ويندي ان في يوم خرجت علشان تجمع العنب وفجأة بتلاقي قدامها ست عجوزة. اول ما الست بتشوف ويندي بتتفاجئ وبتطلع تجري، ولما ويندي حكت لابوها حذرها من انها تكلم اي حد لان الغابة مليانة وحوش. تاني يوم بتقابل ويندي الست العجوزة مرة تانية وبتديها رغيفين عيش، لكن الست بتقف بصلها ومبلمة من غير ولا كلمة. بعد كذا مرة بقت الست بتقعد بعيد تتفرج على ويندي وهي بتشتغل. بعد فترة طويلة بيجي الشتاء وبتدي ويندي كوفية لبنت صغيرة شبهها، وبتكون هي دي الست العجوزة ولكن اتحولت لشبه ويندي وبتسميها راندي وبتعلمها ويندي الكلام. لكن ابوها بيحاول انه يطرد راندي من الغابة، لكن بيغير رأيه لما بيلاقي راندي بتتكلم وبتساعدهم في الصيد. بيفضل الحال على كده مدة طويلة قوي لحد لما بتكبر ويندي وبيبقى عندها 16 سنة. وهنا بيحصل موقف غريب لما بتشوف قوة راندي وهي بتدافع عنها قدام صياد ضربها بسبب غزالة. بتحاول تهدي راندي وبتحاول انها تخليها تغير اسلوبها مع الناس علشان الناس تحبها. بتعرف من راندي انها شافت منجم لمعدن غالي، ولما بيروحوا المكان المنجم بيلاقوا واحد واقف هناك وبيكون بجمة. بعد شوية بيكتشف اللورد المنجم وبيروح هناك وبيشوف البنتين
وبيعجب بويندي وبيقرر ياخدها جارية ليه. بعد كام يوم بتقعد ويندي مع راندي علشان تودعها قبل ما تروح لقصر اللورد. بعد كام يوم بتكتشف ويندي ان في فارس هاجم فرسان اللورد ومنعهم من دخول الغابة، وفي وسط الغابة بتلاقي الحارس واقع على الارض من كتر التعب والجروح، وبتكتشف انه راندي بعد ما تحولت لشكل فارس بتحاول تحميها وبتمنع اي حد من دخول الغابة، فبتحاول تعالجها لكن الاعشاب ما بتنفعش. وفجأة بيظهر تاني باجما وبيطلع المطرقة بتاعته وبيضرب بيها على دراع الفارس وسط ذهول ويندي اللي بتتفاجئ انه قدر يعالج ويندي. وهنا بيطلب منه باجما انه يدافع عن المنجم وعن ويندي وبيديله جزء من قوته ومهاراته. ومن يومها اتحولت راندي لشكل باجما. تمر الايام وشبيه باجما بيصد هجوم فرسان اللورد كل مرة، لغاية أما في يوم بيطلب من ويندي إنها ما تجيش هنا تاني لأنه بدأ يحس إن في تغيير في شخصيته وإنه بدأ يهاجم أي بشري يدخل الغابة. بعد فترة بتكتشف ويندي إن أبوها اتقبض عليه في قلعة ريدان وإن اللورد هو اللي حبسه. بتجري بسرعة وبتروح للورد اللي بيطلب منها إنها تكون الجارية بتاعته مقابل إنه يفرج عن أبوها، فبتوافق لكن أبوها برضه ما بيخرجش وبيفضل اللورد يعذب فيها علشان تقول له مكان شبيه باجما لانه مش قادر يوصل للمنجم بسببه. فبتقرر ويندي انها تنتحر وبيفضل شبيه باجما يقتل اي حد يدخل الغابة وهو معتقد انه بيحمي ويندي اللي اصلا ماتت من 100 سنة. وهنا بتخلص مذكرات ويندي. بنلاقي أعضاء النقابة قاعدين بيعيطوا من قصتها. في نفس الوقت بتيجي رسالة لجريد إن زادت معرفته بباجما أكتر وأكتر وإن شبيه باجما فقد الذاكرة ولو ناداه باسم راندي هيبقى تابع ليه. بنروح لمدينة ريدان بنلاقي جريد رجع بعد ما اكتشف المنجم وأمنه، فبتدخل عليه أوفيمينيا وبيطلب منها إنها تجيب له دموع ملك عشيرة الماء وبيديها هدية عباية التخفي. بنروح لورشة الحدادة وبنلاقي جريد مطلع كائن الشبيه وبيضرب عليه بالمطرقة. بعد أسبوع بنلاقي جريد خلص وقدامه الكائن حاجة كده شبه الكورة، وفجأة بيقول له الكائن انت مين وانا مين؟ فبيقول له انت راندي وانا صديقك جريد. في نفس الوقت بيسترجع الكائن جزء من ذاكرته وبيشوف ويندي، وفجأة بيظهر قدام جريد بشكل البنت راندي. بعد شوية بيخرج جريد وبيروح عند بيارو في المزرعة وبيقول له انه رايح يحقق له امنيته ويقتل اسمه فيل. فبيحذره بيارو ان الامبراطورية قوية جدا وهيبقى صعب يوصل، فبيقول له ما تشغلش بالك انت انا هتصرف، وبيسيبه وبيطير. في نفس الوقت وعلى قمة جبل قريب من عشيرة آل بنلاقي واحد واقف اسمه فيراداين رئيس نقابة الذئب الابيض. بيقول لعضوة من النقابة اسمها كيكي اعرف لنا عدد الناس في القرية. فبتبص في منظار السنايبر بتاعها وبتقول له في حوالي 1050 واحد نصهم أطفال ونساء. فبيأمر رجالته إنهم يهجموا ويقضوا عليهم، وفعلا بيهجموا على القرية وبينزلوا تقتيل وتقطيع في أهل القرية. وفجأة بيحصل انفجار رهيب بيموت كذا واحد من النقابة، وبيتصدم رئيس النقابة لما بيعرف إن في لاعب هو سبب موت رجالته. فبيأمر كيكي إنها تتعامل، وفعلا بتضرب كيكي رصاصة من السنايبر وفعلا بتخرج رصاصة وبتصيب الهدف. بنلاقي طاقية وقعت على الأرض وبيظهر جريد وشفرات الفابرينيوم قدامه بعد ما صدت الرصاصة. بيقول لهم مش عيب تقتلوا ناس غلابة زي دول؟ مش أنا أولى بيهم؟ يجوا عندي في مدينتي وأنا هضيفهم. في نفس الوقت وقريب من مدينة ريدان بنلاقي كاراجول ووصل قدام المدينة وبيعجب بشكل الأرض المزروعة، وفجأة بيلاقي بيارو واقف وراه وبيقول له أؤمر يا نجم. نرجع لجريد وبنلاقي أفراد النقابة بيهجموا عليه وبيفعلوا مهاراتهم لكن بيقاومها كلها. بيفعل مهارة الدوران وبيوجه لهم ضربة مرعبة بتقضي على شوية منهم لدرجة إن قوة ضربته بتقتل كيكي اللي فوق الجبل. بيتفاجئ فاراداين وبيفعل تعويذة بتحيي أعضاء النقابة اللي ماتوا وبيهجموا على جريد اللي بينزل فيهم تقطيع وبيخلص عليهم. في نفس الوقت بيلمح فاراداين جريد وهو بيلف من وراه بيقول له حركة حلوة عايز تغفلني؟ على فكرة أنا صحيلك. ولسه هيهجم على جريد بيلاقي ضربة مرعبة من جريد في وشه. بيتفاجئ فاراداين إزاي جريد كان وراه وفجأة ظهر قدامه، وهنا بيلاقي جريد واقف وجنبه راندي واخد شكل جريد. فبيفعل فاراداين مهاراته وبيظهر حواليه الأموات، فبيهجم عليه جريد وراندي وبيروح راندي يقاتل الأموات وجريد بيهجم على فاراداين. وهنا بيفعل فاراداين مهارة عظام تانتليان
وبيمسك سلاحه اللي على شكل جمجمة وبيواجه ضربة رهيبة لجريد. بيصد جريد الضربة بكل قوته لكن بترجعه كام خطوة لورا. في نفس الوقت بنلاقي وحش عملاق واقف ورا فاراداين، فبيأمره فاراداين انه يهجم على جريد، وفعلا بيوجه كذا ضربة لجريد اللي بيحاول يصدهم بصعوبة. هنا بيهجم الوحش بهالة مرعبة بتملى المكان كله وبيختفي وسطها جريد. في نفس الوقت بيفرح فاراداين انه قدر يقتل جريد، لكن فجأة بيظهر جريد وهو لابس الدرع وماسك السيفين وبيقول له ده عندها يالا، انت فاكرني اموت بالسهولة دي؟ بيتفاجئ فاراداين ان جريد قدر يصد هالة الوحش. في نفس الوقت بيقول جريد يجي ايه ده جنب الوحش هيلجاو، وبيفعل مهارة القمة وبيوجه ضربة جبارة ناحية الوحش. بنروح لمدينة رايدان وبنلاقي بيارو بيسأل كاراجول انت مين يا جدع ما تنطق؟ بيقول له يا عم انا عابر سبيل. فبيقول له ايه ده حسن الهلالي؟ بس شكلك مش واحد عادي. وفجأة بيهجم بيارو عليه بضربة قوية بالمنجل، فبيتفاداها كراجول بمهارة مرعبة وبيقول له ايه الاسلوب الزبالة ده؟ انتوا بتعاملوا الضيوف بتوعكم كده؟ بيقول له مش قلت لك شكلك مش سهل؟ على العموم مش هتقدر تدخل المدينة إلا لو هزمتني. فجأة بيهجم عليه بيارو وبيوجه له ضربة قوية لكن بيتفاداها كراجول وبيبعد بعيد. في نفس الوقت بيلف بيارو حوالين نفسه وبينزل عليه بضربة بالمحرات، لكن بيطلع كراجول سيفه وبيصدها وهو متفاجئ من قوة بيارو. فبيوجه ضربة قوية لبيارو بالسيف لكن بينحني لورا وبيتفادى الضربة بمهارة جبارة، وبيوجه ضربة قوية لكراجول بالمحرات من تحت لفوق بتطيره وبيقول له أنا عايز أوصل للقب قديس السيف. بيتعصب كراجول وبيقول له قديس سيف مين؟ ده أنت حتة فلاح. وبيفعل مهارة سيف النيزك، بينزل عليه بهجوم جبار وبتخرج منه هالة مرعبة. في نفس الوقت بيصدر له بيارو المحرات وبيصد ضربته وبيقول له أيوة كده أخيرا لقيت منافس قوي. بيلف كراجول حوالين نفسه وبيوجه ضربة قوية لرجل بيارو لكن بيرفع رجله في الوقت المناسب وبيتفادى الضربة. بيتفاجئ كراجول من سرعة رد فعله، ففي نفس الوقت بيهجم عليه بيارو وبيضربه ضربة قوية لكن بيصدها كراجول بالسيف وهو مديله ظهره. بيلف حوالين نفسه وبيحرك السيف بسرعة رهيبة وبيقدر يسيب بيارو في راسه وبيطير طاقيته. بيتفاجئ هنا بيارو من مهارته في السيطرة واستخدام السيف وبيقول في نفسه والنبي هو كراجول. في نفس الوقت بيقول له كراجول يا ابني عصاية المقشة اللي في ايدك دي مش هتنفعك. فبيقول له عندك حق وبيروح لخيال المآتة وبيخرج منه السيف بتاعه وبيقول له انت اللي جبته لنفسك. ويفعل مهارة المبارزة العليا الشكل الأول وبيهجم على كراجول وبيضربه كذا ضربة بسرعة رهيبة لكن بيقدر كراجول انه يصدها كلها. هنا بيقول له بيارو لا الصراحة عجبتني وبيرفع ايده بالسيف لفوق وبيفعل مهارة المبارزة العليا الشكل الأول. في نفس الوقت بيفعل كراجول مهارة سيف العاصفة وبيهجموا على بعض بكل قوة. هنا بيقول بيارو بصراحة أنا معجب بيك، مفيش حد قدر يصد مهارتي دي لكن أنت ما قدرتش حتى ألمسك. وهنا بيفعل كراجول مهارة وبيضرب بسيفه الأرض، بتخرج هالة مرعبة لكن بيارو بينط في الهواء وبيفعل مهارة المبارزة العليا الشكل الخامس وبيصد ضربته. في نفس الوقت بتخرج من بيارو هالة مرعبة على شكل موجات بتسيب كراجول كذا إصابة وبنلاقي كراجول متعور في وشه فبيتعصب وبيفعل مهارة سيف القمر وبيستغل ضوء الشمس اللي بينعكس على سيفه وبيخرج منه نور قوي بيملى المكان. في نفس الوقت بيتفاجئ بيارو من قوة النور وفجأة بيلاقي كراجول اختفى من قدامه وظهر وراه وبيوجه له ضربة قوية لكن بيلف بيارو بسرعة وبيقدر يصد ضربته وبيوجه ضربة قوية لكراجول لكن بيوطي ويتفادى الضربة. فبيوجه له ضربة تانية بيصدر كراجول السيف وبيصدها فبيفعل بيارو مهارة المبارزة العليا الشكل الثالث وبيوجه له ضربة قوية بتخرج معاها هالة مرعبة بتصيب كراجول بشدة لدرجة انها بتاخد نص الهيلث بتاعه. بنلاقي كراجول بيرجع لورا من قوة الضربة وهو بينزف ومتفاجئ من قوة بيارو اللي بيهجم عليه تاني بسرعة. في نفس الوقت بتخرج من كراجول هالة مرعبة بيتفاجئ بيها بيارو وبيقف في مكانه من قوتها. هنا بيفعل كراجول مهارة سيف الضوء الأبيض، بتخرج منه هالة مرعبة بتملى المكان لدرجة إن بيارو مش بيبقى شايف حاجة. وفجأة بيلاقي كراجول بينط في الهواء وبيهجم عليه بضربة رهيبة. في نفس الوقت بيفعل بيارو مهارة المبارزة العليا الشكل الرابع، بتخرج منه هالة جبارة وبيتفاجئ كراجول إنها بتسحب هالة سيفه وبيحس إن السيف بيتشد من إيده. بيتعصب وبيفعل مهارة تمزيق السماء، بتخرج منه هالة جبارة وبيوجه ضربة قوية لبيارو وفجأة
بيحصل انفجار جبار من قوة التصادم، وبنلاقي سيف كراجول طاير في الهواء، وهنا بيعترف بالهزيمة وبيقول لبيارو أنا مستعد للموت. لكن بيتفاجئ إن بيارو راح مرجع السيف مكانه وبيقول له هقتلك ليه يا ابني، هو أنت عدوي؟ أنا كنت بتدرب معاك بس. فبيقول له هو جريد ده متخلف عشان يشغل واحد بقوتك في الزراعه؟ فبيقول له ومين قال لك اني شغال عنده؟ انا واخد الموضوع ده هوايه وتدريب مش اكتر. ايه رايك لو تشتغل معايا الصبح نزرع وبالليل نقلع، قصدي نتدرب؟ انا متاكد انك هتستفيد. في نفس الوقت بتيجي رساله لكراجول بمهمه جديده انه يقضي مع بيارو شهر كامل. فبيقلب كراجول الموضوع في دماغه وبيلاقي انه فعلا هيستفيد، فبيوافق على المهمه. بنروح لقريه عشيره ال وبنلاقي جريد قاعد بيستريح بعد ما خلص على أعضاء نقابة الذئب الأبيض. بيجيله عمدة القرية وبيشكره على إنقاذهم، فبيستخدم جريد سيف الحاكم وبيشوف إحصائياتهم، فبيلاقي معدل ذكائهم عالي جدا. بيعرض عليهم إنهم ينضموا لمدينة ريدان، لأن الكونت زيبرا زي ما بعت ناس عشان تقتلهم أكيد هيبعت غيرهم. بيوافقوا إنهم يروحوا المدينة، فبيتصل بلويل علشان يبعت له حد يوصل عشيرة ال للمدينة ويحميهم في الطريق. فمش بيلاقي غير فاكر، بيستدعيه ويطلب منه انه يوصلهم المدينة لانه هيكمل رحلته للامبراطورية. بنروح لقصر الكونت زيبرا، وده اللي كان امر نقابة الذئب الابيض انهم يقتلوا عشيرة ال. المهم بنلاقي هناك جريد وصل قدام البوابة وبيطلب من الحراس انه يقتل السفاح، وفعلا بياخدوه ويوصلوه للكونت زبرا، وبياخدوا الكونت وبيوصلوا لباب السجن اللي فيه السفاح. فبيسألوا جريد جبته منين الوحش ده؟ يقول له والله ما جبته، هو كان واحد طبيعي مسجون وتحول فجأة، احنا قفلنا عليه وحبسناه بس. على العموم خد بالك ده قتل فوق ال 800 فارس، انا اصلا اشتريته من سوق العبيد وكنت ساعات بعذبه لما بيجيني الشوق، وفجأة اتحول لوحش واكتشفت انه بقى نص بشري ونص شيطان. لو قتلته هديلك حلق الكريستال الاسود مكافأة. في نفس الوقت بتيجي رسالة لجريد بمهمة قتل السفاح. بتجيله رسالة تانية من ايرين مراته بتقول له فيها انها حامل. بيتفاجئ جريد وبيدخل سجن السفاح اللي اول ما بيشوفه بيديله رجل في صدره بتخليه ينزف. كل ده وجريد دماغه مش فيه وبيفكر في موضوع انه هيبقى اب. وهنا بيظهر قدامه السفاح وماسك في ايده سلاح ومتكلبش في سلاسل. في نفس الوقت بتيجي رسالة لجريد هل هو فرحان ولا لأ من الخبر. بيحاول جريد يهدي نفسه ويركز في قتال السفاح، وفجأة بيهجم عليه السفاح بكل قوة. بيتفادى جريد الهجوم وبيطلع سيفه وبيوجه ضربة قوية للسفاح، لكن بيتفاداها ويرد عليه بضربة بتخليه ينزف تاني. هنا بنلاقي جريد لسه متشتت وبيفكر في موضوع انه هيبقى اب، لكن فجأة بيلاقي السفاح نازل عليه بضربة جامدة جدا. وفجأة بتظهر راندي على شكل جريد بتصد الضربة عنه وبتقول له مالك، هو الموضوع ده مضايقك للدرجة دي ولا ايه؟ وبتوجه ضربة قوية للسفاح لكن بيتفاداها وبيجري على الحيطة وبيطير في اتجاه راندي وبينزل بضربة مرعبة لكن بتصدها راندي بكل قوة. هنا بيمسكها السفاح من راسها وبيرميها بيطيرها وبيروح ناحية جريد وبيرفع ايده وهينزل عليه بضربة قوية. في نفس الوقت بتسند راندي برجليها على الحيطة وبتزق نفسها في الهواء. بتوصل قدام جريد في نفس وقت الضربة وبتصدها بالسيف. بتقول لجريد لا كده كتير، لازم تفوق وحياة أمك. فبيعتذر لها وبيروح يساعدها وبينزل بضربة قوية على السفاح لكن بيقدر يصدها. كل ده ولسه دماغه بتفكر ومشغول بحوار ابنه اللي جاي في الطريق. فبيسرح تاني وهنا بيوجه له السفاح ضربة قوية لكن برضه بتقدر تصدها راندي للمرة العاشرة وبتقول له لا الحال ده ما يتسكتش عليه أبدا، فوق يا زفت هتموت. فبيفوق من سرحانه وبيهجم على السفاح بضربة قوية. بيتفاداها السفاح ويلف حواليهم ويضرب راندي ضربة مرعبة بيطيرها ويلزقها في جريد. هنا بيفعل جريد مهارة بجمة ولسه بيوجه ضربة للسفاح بيلاقيه بيصدها بسرعة عشان المكان ضيق. في نفس الوقت بيهجم راندي من ورا السفاح بضربة قوية لكن بيلاقي السفاح في لحظة لفله وصد الضربة. هنا بنلاقي جريد غرق تاني في أفكاره وافتكر يوم ما راح مع خان لقبر ابنه وإن خان حكاله كتير عن ابنه وإنه ما كانش بيؤدي دور الأب على أكمل وجه. بالرغم من كده كبر ابنه وكان إنسان طيب وبر بأبوه. بيفوق جريد من أفكاره على ضربة نازلة من السفاح جنبه بالظبط. في نفس الوقت بيهجم راندي وبيستغل الموقف وبيقيد حركة السفاح. في نفس الوقت بيفعل جريد مهارة مبارزة بجمة ولسه هيضرب السفاح بيلاقي فك السلاسل اللي مقيداه من الحيطة واشتغل يلوش فيهم بالسلاسل وبيقدر يسيبهم إصابات جامدة جدا. هنا بيقول جريد لنفسه وهو بينزف كتر التفكير خلاني اتأخرت كتير، أنا فعلا لازم أركز.
في نفس الوقت بينزل عليه السفاح بسيل من الضربات بالسلاسل بتاخد معظم طاقته، وبنلاقي جريد مش قادر يتحرك وبينزف من كل حته. في نفس الوقت بيهجم عليه السفاح عشان يديله القضيه في الحته الفاضيه، لكن فجاه بيخرج القط نوي وبيهجم على السفاح ويسحب جزء من طاقته وبينقلها لجريد، وبيقول لجريد ايوه خليك مش مركز كده لحد ما هتضيعنا معاك. هنا بيطلع جريد شفرات الفابرينيوم وبيوجهها ناحيه السفاح. في نفس الوقت بيهجم راندي وبيفعل مهاره القتل وبيضرب السفاح ضربه مرعبه. هنا بيفعل جريد مهاره السيف فايلر وبيطلع سيف الشبيه وبيهجم على السفاح. في نفس الوقت بيهجم القط نوي على السفاح ويسحب جزء من قوته وينقلها لجريد. وهنا جريد بيجاوب على الرساله اللي بعتها له النظام بانه فرحان انه هيكون له ابن. اخيرا خنقتنا يا جدع. في نفس الوقت بيصرخ السفاح صرخه قويه بتقلل من قوه الخصم، لكن جريد بيقاوم التاثير وبيفعل مهاره القتل المترابط. بيوجه كذا ضربه قاتله للسفاح وفعلا بيقضي على السفاح ويختار اسم لابنه وبيسميه تيم يونغ. هنا بتجيله رساله من النظام انه حصل على قناع وغطاء عين السفاح، فبيلاقي في غطاء العين ميزه مخفيه فبيفعلها ويلبسها، فبيلاقي نفسه قدر يشوف نقاط ضعف الخصم. بيلاقي ميزه مخفيه في القناع بيفعلها وبيلبسه، بيلاقي انه بيزود هجومه 50%. هنا بيخرج من السجن ويتفاجئ الكونت زبرا انه قدر يقتل السفاح، فبيقول له جريد فين مكافآتي؟ بيسلمه حلق الكريستال الاسود اللي بيزود معدل الذكاء 15%. بياخد جريد الحلق وبيلبسه وبيمشي. هنا بيأمر الكونت رجالة الفرسان السود انهم يروحوا ورا جريد ويقتلوه ويرجعوا له الحلق تاني. بيلف وبيشتغل تلطيش في الحراس بتوع السجن عشان سابوا جريد يقتل السفاح وخلوه ادى لجريد الحلق اللي هو كنز عيلته. وفجأة بيلاقي خربوش في وشه وبيظهر قدامه القط نوي. بيتفاجئ الكونت من شكله ومن جناحاته. في نفس الوقت بينزل عليه نوي خربشة بيخرشمه، فبيصرخ في رجالته انهم يقتلوا القط، وفجأة بيلزقوا القط على قفاه ويطلع يجري. هنا بيلف للحراس علشان يزعق لهم، بيلاقيهم بيهجموا عليه وعينهم بتطق شرار وبيغزوه بالأسلحة بتاعتهم. بنروح لبره القلعة وبنلاقي فاراداين واقف من بعيد بيراقب اللي بيحصل وبيقول جريد ده حكايته حكاية والله، ما كنتش متوقع انه يخلي القط يسيطر على الحراس ويخليهم يقتلوا الكونت زبرا ويخلصوا منه. بتقول له كيكي انت فرحان كده ليه؟ المفروض نبلغ الامبراطوريه باللي حصل علشان يقبضوا على جريد. بيقول لها مفيش اي دليل، وبعدين انا هدفي اكبر من كده بكتير. بعد ما نقبض على الجنود اللي قتلوه هتزيد نفوذنا، وساعتها نخلي يا ابن اللورد العبيط ده ياخد مكان ابوه، وبكده هيبقى الجمل بما حمل في عيد بنا. ساعتها اسلم كل ده لسيدي اجنوس. بعد شوية بره قلعة الكونت زبرا بنلاقي جريد ماشي، وفجأة بيجي من وراه واحد من الفرسان السود وبيوجه له ضربة قوية، لكن بتخرج شفرات الفابرينيوم وبتصد الضربة. بيتفاجئوا انه قدر يكتشف وجودهم، فبيوجه ضربة قوية بشفرات الفابرينيوم لواحد منهم بتصيبه في راسه. هنا بيتفاجئوا ان شفرات الفابرينيوم بتتحرك لوحدها. بيستغل جريد انهم مشغولين بالشفرات وبيفعل مهارة غضب الحداد وبينزل فيهم تقطيع، فبيرموا عليه مجموعة كبيرة من السكاكين، لكن بيتفاداها وبيهجم عليهم بسيل من الضربات بيقضي عليهم. بنروح لمدينة رايدان وبنلاقي داميان وصل هناك ولسه هيدخل، بيلاقي في وشه بيارو اللي بيقول له انا حاسس انك جامد، ما تيجي تحاربني. بيقول له ربنا يهديك يا عم، انا راهب من كنيسة ريبيكا وجاي اقابل جريد. وبيسيبه وهيدخل المدينة. فجأة بيلاقي ضربة مرعبة من بيارو نازلة عليه، فبسرعة البرق بيصدها بالدرع وبيتفاجئ من قوة بيارو اللي بيقول له انا بيارو، انت مش هتدخل غير لما تهزمني. ايه يا عم انت عامل اتاوة على المدينة ولا ايه؟ في نفس الوقت بيجي كراجول وبيقول له انت داميان الراهب، انا بسمع عنك كتير. بيتفاجئ داميان اول ما بيشوفه وبيقول له كراجول مستحيل. وهنا بيوجه كراجول كلامه لبيارو وبيقول له اشمعنى انت اللي تحاربه، ما انا كمان عايز اتدرب. فبيقول له بيارو يا عم ماشي، خليه يختار يحارب مين فينا الأول. بنروح لمملكة هاكين في مدينة يوفيداغ وبنلاقي زيبال رئيس نقابة الأفعى وقدامه أعضاء النقابة بيجهزوا نفسهم للهجوم على مدينة ريدان بعد ما اتحدت معاهم 6 نقابات تانيين، وهيستغلوا ان جريد بره المدينة. بنروح لمكان قريب من مدينة ريدان وبنلاقي نقابة زهرة الجليد في طريقهم لمدينة ريدان، وبيلمحوا عشيرة وهم رايحين للمدينة وماشيين وسط الغابة. فبيقرر رئيس النقابة بوند انه يمشي من نفس الطريق وبيأمر رجالته انهم يفعلوا مهارة الطيران وبيطيروا وسط الغابة. وفجأة بيلاقوا واحد منهم اختفى وبيشوفوا هالة قوية في وسط الغابة، فبيجروا عليها وبيلاقوا
بيلاقوه واقع على الأرض ميت. فجأة بيلاقوا واحد تاني اختفى ومات، فبيأمرهم بوند إنهم يجروا بسرعة ويستخبوا، لكن بيلاقوا سيل من السكاكين بتصطادهم واحد ورا التاني. فبيفعلوا درع الحماية، لكن بتخترق السكاكين الدروع وبتخلص على كام واحد تاني. بيتفاجئ بوند إن 11 من رجالته ماتوا في لحظة، وفجأة بيلاقي قدامه فكر وبيقول له شكلك مش جاي في خير، انت هتموت الليلة. هنا بيفعل بوند مهارة غضب تنين الجليد، وبتخرج منه هالة تلج مرعبة ناحية فكر. بيحاول يتفاداها فكر، لكن بيلاقي المكان حواليه اتحول لتلج لدرجة انه كان هيتزحلق وهو بيجري. هنا بيلاقي فكر نفسه متحاصر بالتلج من كل ناحية، وفي هالة تلج جاية ناحيته. وبوند بيقول له اتزنقت يا خفيف، ده انا هعمل منك تلج مجروش وهعمل واحد سموزي زي العسل. وفي نفس الوقت بيلاقي فكر هالات من التلج بتضرب المكان من حواليه، فبيفعل مهاراته وبيتحرك بمرونة رهيبة وسط هالات التلج. وبنلاقي بوند واقف مبلم مش مصدق اللي بيحصل، وفكر شغال يصطاد في رجالته واحد ورا التاني. وبيأمر بوند رجالته انهم يستخدموا السحر اللي في الاحجار السماوية، وفعلا بتخرج منهم هالة سحر قوية في اتجاه فكر. بيحصل انفجار جبار بيصيب فكر، لكن بيتفاجئوا انهم قتلوا نسخة منه مش هو. هنا بيتعصب بوند وبيفعل مهارة قوية بتخرج معاها هالات تلج ناحية فكر. وهنا بنلاقي فكر محاصر بألواح تلج شبه المرايات. بيؤمر بوند رجالته انهم يستخدموا سحر الرياح، وفعلا بنلاقي هالة مرعبة في اتجاه فكر، وبيحصل انفجار جبار وبيتملي المكان بالدخان. ولما بيروح الدخان بيلاقوا فكر اختفى من قدامهم. بيحاول بوند انه يدور على فكر، لكن فجأة بيلاقي فكر وراه وراشق الخنجر لا مؤاخذة في رقبته وبيقتله. وهنا بيظهر فكر وهو لابس عباية الاختفاء اللي صنعها له جريد. بنروح لمدينة باتريان وبنلاقي بوبات رئيس نقابة إلياك ومعاه رجالته بيحاولوا يدخلوا المدينة علشان يعدوا منها في طريقهم لمدينة ريدان. وفي واحد موقفهم قدام أبواب المدينة وبيسألهم هم عايزين يعدوا ليه من المدينة. فبيقول له بوبات احنا طالعين في رحلة صيد، لو ما دخلناش بالذوق هندخل بالعافية. فبيقول له والله أنا قلبي كان حاسس. على العموم في حد غالي عليا قوي في مدينة ريدان، قدامكم حل من اتنين، يا تغوروا من وشي وتوروني عرض كتافكم، يا هدفنكم مكانكم كلكم. وهنا بيظهر الكونت أشور خارج منه هالة مرعبة. في نفس الوقت بنلاقي لاعب مستخبي ورا شجرة وبيصور كل اللي بيحصل. هنا بيهجم بوبات بكل قوة بالمطرقة وبينزل بضربة مرعبة على واحد من فرسان أشور بيطيروا حرفيا، وبيأمر رجالته انهم يدخلوا المدينة. هنا بيقول له الكونت أشور انا نصحتك وانت براحتك. وفجأة بتخرج منه هالة نار مرعبة بتولع فيهم كلهم. بيحاول بوبات انه يقاوم النار وبيهجم على أشور، فبيلاقي هالة قوية في وشه بتطيره لورا. وهنا بيفعل أشور مهارة الدرع الماسي، وبنلاقي أعضاء النقابة نفسهم محبوسين جواه. فبيتعصب بوبات وبيضرب ضربة قوية للدرع بيدمره. وفجأة بيلاقي نقط مية حواليه، بيبص في السماء بيلاقيها مغيمة. في نفس الوقت بيلاقي هالة مرعبة خارجة من أشور، وفجأة برق مرعب بيضربهم كلهم بيعملهم بطاطس محمرة. بنروح لزيبال اللي واقف مستني باقي النقابات تتجمع علشان يهجموا مع بعض. فبيقول له سيرون رئيس النقابة الذهبية ما تخلص بقى يا عمنا، الشمس كلت دماغنا. وبيقول له هاو رئيس نقابة الجحيم بصراحة عنده حق، هنستنى 10 دقايق كمان، لو ما حدش جه نتحرك احنا بقى. فبيسمع زيبال كلامهم وبيتحركوا ناحية مدينة ريدان. في نفس الوقت وسط الجبال بنلاقي لويل بيقرا الرسالة اللي بعتها له فكر عن الهجوم على ريدان، فبيبقى مش عارف هيتصرف ازاي وكل اعضاء النقابة بره المدينة. بيطلب من هيروي انه ياخد معاه تون فانتر على التنين ويطيروا بسرعة على المدينة، وبيقول لهم اهم حاجة تحموا رابت وخان وبيارو، ولو الوضع كان صعب اهربوا من المدينة وسيبوها. هنا بيقول له فانتر ما تقلقش هنصد الهجوم مهما كان، بس ما تتأخرش انت علينا. بيقول له هنجري كلنا بأقصى سرعة وراكم. بنروح لمدينة ريدان وبنلاقي زيبال وصل برجالته وبيقول الدنيا جميلة وزارعين قمح كمان، مش خسارة كل ده يتدمر. فجأة بيلاقي قدامه كتيبة الإعدام بيارو وبلاند
وداميان وكارجول. وبيارو بيقول له مش هتدخل الا لو هزمتني. ايه يا عم انت علقت ولا ايه؟ اول ما بيسمع الكلمه دي داميان بيفتكر لما جه وقاتل بيارو، وطبعا بيارو حط عليه وخلاه يشتغل معاه زي كراجول. في نفس الوقت بيؤمر زيبال واحد من رجالته انه يهجم على بيارو، فبيفعل مهاره لهب تسونامي وبتخرج منه هاله نار مرعبه في اتجاه بيارو اللي بيلف حوالين نفسه وبيتفاداها وسط ذهول كل اللي واقفين. لسه بيؤمر زيبال رجالته انهم يهجموا عليه، بيلاقوا بيارو نازل عليهم بضربه مرعبه بالمنجل فلقت راسه نصين. بيتفاجئ الكل من قوه بيارو لدرجه ان باقي رجاله زيبال كانوا هيهربوا، فبيأمرهم بوكس انهم يثبتوا في مكانهم ويهجموا على بيارو. في نفس الوقت بيفعل بيارو مهارة مرعبة وبتخرج منه هالة جبارة وبينزل فيهم تلطيش يمين وشمال وبيدشملهم على الآخر. وبيفعل مهارة المبارزة العليا الشكل الخامس وبتخرج منه هالة جبارة، وبيقول لأسوكا انت هتفضلي واقفة تتفرجي كتير؟ حد قوي زيك لازم يتدخل في الأول. هنا بيتعصب تيدي الأسود وبيفعل مهارة استدعاء دب الكوالا وبتخرج منه هالة على شكل 3 دببة، لكن في لمح البصر بيهجم عليهم بيارو بيرقدهم في ثواني. بيتفاجئ تيدي الأسود من قوة بيارو وفجأة بيلاقي بيارو في وشه ونازل على دماغه بضربة مرعبة بالمنجل بتقضي عليه تماما. هنا بتتعصب أسوكا وبترمي عليه سلسلة في آخر سلاح، لكن بينط بيارو في الهواء وبيلف السلسلة على ايده وبيمسكها. في نفس الوقت بتطلع اسوكا سيف جبار وبتفعل مهارة الغضب الجنوني وبتخرج منها هالة مرعبة بتملى المكان كله. فبيفعل بيارو مهارة المبارزة العليا الشكل الاول وبيضربها ضربة مرعبة، وبنلاقي اسوكا بتنزف وبترجع كذا خطوة لورا من قوة الضربة، فبتطلع رمح رهيب وبتفعل مهارة رمح الموت البطولي. ولسه هتضرب بيارو بتلاقيه في وشها وبيهجم عليها ويضربها ضربة مرعبة بالمنجل في دماغها بيقضي عليها بالظبط زي اخواتها اللي فاتوا. هنا بيطلب بوكس من سيرون ان ياخد اعضاء النقابة بتاعته ويهجم على بلاندو وداميان، وبيستغلوا ان بيارو مشغول في القتال معاهم، وفعلا بيروح سيرون علشان يقتلهم وهو مفكرهم ان هم مزارعين عاديين. يا عيني والله صعبانين عليا. فبيفعل مهارة رمح الروح وبتخرج منه هالة مرعبة على شكل رماح بيوجهها ناحية بلاندو وداميان، لكن بيتفاجئ انهم بيقدروا يصدوا ضرباتهم. هنا بيقرر انه يغير خطته ويهجم على المزارع الغلبان اللي واقف لوحده ما يعرفش انه كراجول، فبيؤمر رجالته انهم يهجموا عليه. في نفس الوقت بنلاقي كراجول واقف وعمال يضحك وماسك المنجل في ايده، وفجأة بيهجم على اعضاء النقابة بيقطعهم كلهم وبيطلع السيف بتاعه ضربة واحدة بيقتل 3 تانيين وسط ذهول سيرون اللي مش فاهم جريت جاب منين مزارعين جبارين زي دول. هنا بيقول له كراجول مش ناوي ترحم رجالتك وتهجم انت بقى؟ بيتعصب سيرون وبيفعل مهارة سهم الروح تخرج منه هالة جبارة وبيوجهها ناحية كراجول، فبيتفاداها كراجول لكن فجأة بيحصل انفجار جبار وبيظهر بعدها كراجول ماسك سيفه وبيلعب بيه وبيقول له ها ايه تاني؟ بيتعصب سيرون وبيطلع سيف عملاق وبيفعل مهارة نقل الروح وبيوجه ضربة مرعبة لكراجول، لكن كراجول بيصدها بالسيف بكل سهولة. هنا بيفعل سيرون مهارة سرقة للروح وبيقدر يسحب جزء من قوة كراجول وبيثبته في مكانه وبينزل عليه بضربة مرعبة وفعلا بيقدر يصيبه في كتفه بضربة قوية. هنا بيفعل كراجول مهارة سيف الضوء القمري وبتخرج من السيف هالة نور قوية، وبيتفاجئ سيرون ان كراجول اختفى من قدامه فبيفعل مهارة درع الروح، لكن فجأة بياخد ضربة رهيبة من كراجول بتدمر الدرع وبتصيبه إصابة قوية. في نفس الوقت بيظهر قدامه كراجول وبيوجه له ضربة قوية، فبيفعل سيرون مهارة سجن الروح وبتخرج منه هالة وبتحبس كراجول جواها، وبيهجم على كراجول بضربة مرعبة بالسيف وبتخرج منه هالة مرعبة في اتجاه كراجول. هنا بيفعل كراجول مهارة سيف الضوء الأبيض وبتخرج منه هالة نور بتملى المكان، وفجأة بيظهر وهو راشق السيف بتاعه في صدر سيرون وبيقضي عليه أخيرا. في نفس الوقت بيكون هاو بيراقب الموقف من بعيد وبيقول المهارة دي مفيش حد يقدر يتقنها غير واحد بس، كراجول. يا ترى ايه اللي جابه هنا؟ وهنا بيؤمر باقي الرجاله انهم ينسحبوا ويهربوا. في نفس الوقت بيكون بوكس واقف لوحده قدام بيارو فبيفعل مهاره ماريونيت اللي بتتحكم في الخصم، لكن فجاه نفس الضربه ونفس الحركه بنفس السلاح برضه بيقتلوا بيارو بالمنجل. وهنا بتخرج من بيارو هاله مرعبه وبتظهر رساله للاعبين انه ظهر مزارع اسطوري. في نفس الوقت بيقول بيارو في نفسه انا مزارع واسطوري زي بجمه كده حداد اسطوري.
يا حلاوه يا ولاد. بنروح لبره مدينه ريدان وبنلاقي اعضاء النقابه الذهبيه بيحاولوا يهربوا، وفجاه بيلاقوا في وشهم نار جباره، وبيظهر قدامهم تنين هيروي وبيهجم عليهم فانتر وتون وبيشتغلوا تقطيع فيهم، وهما بيحاولوا يفهموهم ان مدينه ريدان ما حصلهاش حاجه، والتانيين مش مصدقين وعمالين يقتلوا فيهم. فبيروحوا لهيروي علشان يفهموه اللي حصل، لكن برضه ما بيصدقش حد. بنروح في مكان تاني وبنلاقي هاو واعضاء نقابه الجحيم بيحاولوا يهربوا هم كمان. فجاه بيظهر قدامهم لويل ومعاه 14 عضو من النقابه، وبيقول لهم انتوا فاكرين دخول الحمام زي خروجه؟ في نفس الوقت بيقلب هاو الوضع في دماغه وبيلاقي ان افضل قرار هو الانسحاب، فبيؤمر رجالته انهم يهربوا، وهو هيأخر اعضاء نقابه اوفرجيرد لمده 5 دقايق يكون رجالته قدروا يهربوا. وهنا بنلاقي هالة مرعبه خارجه من هاو، وبنلاقيه اتحول لنص تنين وخارج منه جناحات وماسك في ايده سلسله. هنا بيؤمر لويل من رجالته انهم يقسموا نفسهم نصين، جزء يواجه هاو وجزء يروح ورا رجالته اللي بيهربوا. وهنا بنلاقي توبان واقف ومصدر الدرع بتاعه لهاو وبيفعل مهاره بركه جودار، وفجاه بيلاقي سلسله هاو بتلف حوالين الدرع وبتطيره من ايده. في نفس الوقت بتهجم لايلا وبتفعل مهاره غضب الساحره الحمراء، وبتخرج منها هاله مرعبه، لكن بيهجم عليهم هاو وبيضربها ضربه بتطيرها. فبيهجم عليهم زيدنوس وبيفعل مهاره حاجز الرياح، وبتخرج منه هالة قوية ناحية هاو، لكن بيتفاداها هاو، وفي نفس الوقت بيطير في الهواء ايفي لاين وبيهجم على هاو بالسيف، لكن بيرمي عليه هاو السلسلة وبتلف حواليه وبتطيره بعيد. هنا بيهجم هاو على زيدنوس اللي واقف بعيد، لكن بيظهر قدامه توبان عشان ينقذه ويصد ضربة هاو. في نفس الوقت بنلاقي لويل بيبعت رسالة، وهنا بنلاقي هاو وسطهم وكلهم محاصرينه من كل ناحية. بعد شوية بنلاقي هاو واقع على الارض بعد ما عدى 5 دقايق ورجع لطبيعته تاني، وبيقول لهم اكيد دلوقتي رجالتي هربوا، انا دلوقتي مستعد اموت وانا مستريح. بيقول له لويل للاسف نقبك طلع على شونه، رجالتك كلهم ماتوا، ولو مش مصدق ابعت لهم رساله عشان تتوكد، محدش هيرد عليك. اللي انت ما تعرفوش اني بعت رساله لباقي النقابه انهم يقابلوهم في الطريق. وفعلا ده اللي حصل. بيتفاجئ هاو من كلامه، بيقول في نفسه كل اللي عملته طلع في شنك. هنا بيقترح عليه لويل انه يضمه للنقابه، فبيرفض هاو وبيقول له انت عايز الاسد يخدم كلب، يقصد جريد يعني. فبيديله ظهره وبيقول له انا كنت عارف انك مش هتوافق بسهوله، على العموم تقدر تمشي انت ورجالتك، محدش هيجي جنبكوا. بيتفاجئ هاو من كلامه وبيقول له انا رفضت ان اخدم جريد. بيقول له انا عارف دي فرصه كويسه انك تراقب جريد هيوصل لفين. هنا بيمشي هاو وفي نفس الوقت بيلوم اعضاء النقابه لويل انه ما قتلوش هو ورجالته، فبيقول لهم كده كده المدينه بخير، غير كده انا ببص لبعيد. بنروح لمدينه ريدان وبنلاقي لويل بيشكر بيارو على حمايه المدينه. في نفس الوقت بيخرج كراجول من اللعبه عشان محدش يكتشف شخصيته. بيتفاجئ لويل لما بيشوف داميان وبيساله عن سبب وجوده في المدينه، بيحكي له على اللي حصل، بيقول له ما تقلقش هخلي جريد يساعدك. بنروح لمدينة تايتان عاصمة الإمبراطورية الصحراوية. بنلاقي جريد وصل لهناك، وجوه القلعة بنلاقي اسموفيل سكران طينة. بنعرف هنا انه الابن الاكبر للكونت بيدرو، وكان هو وصاحبه بيارو اقوى الفرسان الحمر، لحد لما حد وقع بينه وبين صاحبه بيارو. وهنا بنلاقي فارسين بيدخلوا عليه وبيقول له يا ريت تهدى شويه، فبيرمي على واحده منهم الكاس بيعوره. هنا بيدخل ديف الساحر الاسود وبيقول له انا عارف انك مصدوم في صاحب عمرك، بس يلا شد حيلك بقى، الامبراطوريه محتاجاك. وبيفعل تعويذه، وهنا اول ما بيشوفه اسموفيل بيخاف وبيقول له ابعد عني، اللي عملته في صاحبي مش هقدر اسامحك عليه ولا اسامح نفسي. وفجاه بيجري وينط من الشباك وبيقع على الارض بينزف. وبنلاقي الساحر واقف جنب الشباك وجنبه اسموفيل وبيقول له حتى مجرد احلامك لازم تكون باوامر من الامبراطوريه، انت زي اللعبه في ايدينا. وبيفعل تعويذه بيغسل له بيها مخه. بيقول له انا سمعتك بتقول اسم بيارو، مين ده؟ بيقعد يفتكر اسموفيل الاسم، وفي الاخر بيقول له ده خاين الامبراطوريه وعدوي، الله يخرب بيت ابوكم. بنروح لمدينه ريدان وبنلاقي كراجول ماشي بعد ما خلص المهمه بتاعته وقضى شهر كامل مع بيارو. فبيودع بيارو وبيقول له انا بشكرك على كل اللي عملته معايا، وبيسيبه وبيمشي
بيبكي وبيقول أنا لازم أحقق حلمي وأبقى أسطورة. في نفس الوقت بيلاقي فاكر واقف جنب الشجرة وبيقول على الله القعدة في المدينة تكون بسطتك. قبل 3 سنين بنعرف إن الإمبراطور جوندار جمع كل المعالجين اللي في الإمبراطورية علشان يعالج مراته الإمبراطورة أريا، لكن مفيش حد قدر يعالجها وماتت. ومن حزنه أدمن الخمرة وقتها، واللي واقف جنبه كانت الإمبراطورة التانية ماري. وشوية بشوية بدأت تسحب السلطة من إيديه وبقت تتحكم في كل الإمبراطورية، وكانت بتحاول بكل الطرق إنها ترجح كفة ابنها الابن الرابع للإمبراطور على كفة الابن الأكبر للإمبراطور عشان ابنها يبقى هو ولي العهد. واستعانت بالفرسان الحمر لتنفيذ خطتها، وكمان بمساعدة المساعد بتاعها الساحر الأسود ديف اللي في الأصل كان الخادم السابع لكنيسة ياتان، وكان هدفه إن يستغل الموقف عشان يضعف قوة الإمبراطورية وتقدر كنيسة ياتان تسيطر عليها بسرعة. في نفس الوقت بنلاقي الساحر الأسود واقف ومتفاجئ إن حد دخل القلعة، فبيأمر الفرسان إنهم يحموا أبواب القلعة، وبيخرج بره القلعة وبيلاقي الفرسان متروقين وفي واحد نازل تنفيض في وش أمهم كلهم. وهنا بيظهر قدامه جريد، فبيأمر رجالته إنهم يهجموا عليه. فعلا بيهجموا عليه وبيرموا عليه أسهم نار بيصدها جريد بالدرع الملكي، وبيدور فيهم الضرب وبيفعل مهارة غضب الحداد وبيشتغل فيهم تقطيع وتنفيض. بعد شوية بنلاقي جريد محاصر من مجموعة كبيرة من الفرسان، وفجأة بيضرب جريد الأرض بقوة ويحصل انفجار جبار. وفجأة بيلاقوا جريد وراهم وبيضرب عمود ضخم وبيكسره وبيوقعوا عليهم، وبيطلع القط نوي علشان يلعب فيهم شوية. وفعلا بيهجم عليهم القط نوي وبيشتغل ضرب فيهم في كل حتة. هنا بيهجم جريد عليهم من الناحية التانية. هنا بيفعل الحارس تعويذة الدائرة الخماسية وبنلاقي هالة مرعبة حوالين جريد. في نفس الوقت بيهجم عليهم الفرسان وبيفعل جريد مهارة الربط وبيوجه لهم كذا ضربة بتقضي عليهم، وسط ذهول الساحر اللي مش عارف ازاي التعويذة ما أثرتش على جريد. هنا بيفعل الساحر درع المانا وبتخرج منه هالة على شكل درع بتحميه، وبيفعل جريد مهارة اكتشاف نقاط الضعف وبيضرب ضربة مرعبة بتدمر الدرع في لحظة. بيتصدم الساحر انه كمان قدر يعرف مكان اضعف نقطة في الدرع ويدمره بسرعة، فبيطلع يجري ويقول مفيش قدامي غير اخر سلاح، وبيفعل تعويذة وبيصرخ بعلو صوته على اسمه فيل. بيتفاجئ جريد اول ما بيسمع الاسم ويقول له ده انت عملت معايا واجب جامد جدا، فبيجري وراه جريد. في نفس الوقت بيفعل الساحر مهارة وبتخرج منه هالة نار مرعبة بتولع في كل حاجة في المكان حتى الفرسان، لكن جريد مش بيتأثر بيها وبيكمل وراه. فبيفعل الساحر مهارة الدمية الملعونة وبنلاقي الفرسان اللي ماتوا بيصحوا تاني ويهجموا على جريد. هنا بيطلع جريد شفرات الفابرينيوم اللي بتقطع في الفرسان في كل اتجاه. في نفس الوقت بيظهر اسمه فيل قدام بوابة القلعة، فبيفرح الساحر وبيأمره بالهجوم. وفجأة بيلاقي جريد نازل عليه بضربة مرعبة وبيفعل مهارة القتل وبيضربه ضربة بتقضي عليه. بيتفاجئ جريد ان الساحر طلع الخادم السابع لكنيسة ياتان. في نفس الوقت بيلاقي اسموفيل بينزل على ركبه وبيصرخ وبتخرج منه هالة السحر اللي كانت مسيطرة عليه. بيرجع لطبيعته وبيمسك السيف وهيقتل نفسه، لكن جريد بيمسك ايده بسرعه وبيقول له هبوظ لي المهمه يخرب بيت امك. فبيقول له سيبني عشان ارتاح ابوس رجليك. هنا بتيجي لجريد رساله انه تم تغيير المهمه لمهمه خفيه، فبيقول لنفسه معلش بقى يا بيارو، بس اللي قدامي ده مش زي ما انت وصفتهولي خالص، ده غلب على الاخر. بنروح لمدينه ريدان بعد اسبوعين وبنلاقي داميان خلص مهمته هو كمان ومستني جريد اللي هيوصل في نفس اليوم. بالليل بنلاقي جريد وصل المدينه ومعاه واحد ملثم وبيقابل اعضاء النقابه، وهنا بيسال لويل جريد عن الشخص الملثم، بيقول له ده حوار هتعرفه بعدين، وبيساله عن بيارو وبيعرف انه في بيته. فبيروح هو الشخص الملثم اللي في الاصل طلع اسمه فيل وبيقول له انت جاهز؟ مش عايزك تسبق الاحداث، خلينا نشوف قرار بيارو هيكون ايه. فبيدخلوا على بيارو اول ما بيشوف جريد بيقول له ايه الاخبار، قتلته؟ بيقول له جريد ما قتلتوش. بيتفاجئ بيارو من رد جريد، وهنا بيحط جريد ايده على كتف بيارو وبيقول له هفهمك بعدين. في نفس الوقت بيكشف اسمه فيل عن نفسه. اول ما بيشوفه بيارو بيتعصب وعينه بتطق شرار وبيجري يجيب السيف بتاعه وبينزل بضربة قوية بتخترق صدر اسمه فيل. وبيتفاجئ بيارو ان اسمه فيل مستسلم جدا وبالعكس بيمسك السيف وعايزه يخترق جسمه اكتر. فبيسحب بيارو السيف ويقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ قول لي الحقيقة كلها.
وبنعرف هنا ان الامبراطورة ماري حاولت انها تفصل اسموفيل عن بيارو، لكن الامبراطور رفض، فبيقترح عليها الساحر الاسود انهم يوقعوا ما بينهم، فبيقتلوا البنت اللي بيحبها اسموفيل. ساعتها اسودت الدنيا في عين اسموفيل، ويومها راحت الامبراطورة علشان تواسيه وشربته مشروب فيه سحر الساحر الاسود، وقدروا يسيطروا عليه وبقى زي العروسة في ايديهم. وساعتها قالوا له ان بيارو حاول يقنع حبيبته انها تتحالف معاه على الانقلاب ضد الامبراطورية، ولما رفضت قتلها عشان ما تفضحوش، ويسخنوه انه ينتقم من الفرسان الحمر ومن بيارو نفسه. وفعلا بينفذ كلامه وبيقتل الفرسان الحمر وعيلة بيارو، ولما بيعرف بيارو بيجي علشان ينتقم منه، وبيحصل بينهم قتال جبار. وفي النهاية بيكون بيارو خلاص هيقضي على اسموفيل، وفجأة بيلاقي مجموعة كبيرة جدا من الفرسان السود بيحاصروه علشان يقتلوه، فبيقرر يهرب بسرعة. ودي بتكون خطة الامبراطورة في انها تدمر اي حد هيعاون الابن الاكبر للامبراطور. هنا بيتعصب بيارو وبيبقى هيتجنن، وبيمسك اسموفيل من هدومه ويقول له مهما كان اللي حصل كان لازم تكون اقوى. هنا بيطلع له اسموفيل اسورة بنته وبيقول له انا السبب في كل ده ومستعد لاي عقاب. بيمسك بيارو الاسوره وبيقعد في الارض ويفضل يعيط ويصرخ ويرفص. هنا بيقول له جريد انا عارف انك صعب تسامحه، لكن عدوك الحقيقي هو الامبراطوره، هي اللي لازم تنتقم منها اشد انتقام. عشان كده انا مرضتش اقتل اسموفيل وجبته هنا علشان يساعدك. هنا بيقوم بيارو ويقول عندك حق، مفيش حاجه هتريحنا غير ان احنا ننتقم من الفاعل الحقيقي. وبيوجه كلامه لاسموفيل وبيقول له دي فرصتنا علشان ننتقم لاصحابنا واهلنا، بس مش هقدر اعمل ده لوحدي. بيمد ايده لاسموفيل، فبيمسك اسموفيل ايده وبيعيط ويقول له سامحني انا اسف. وهنا بتيجي رساله لجريد انه نفذ المهمه بنجاح.